السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم لطريقة عمل كبة الجريش. واليوم عندنا تعاون مع 3 قنوات. أول قناة مطبخ الياسمين وطريقة عمل كيكة بقالب التوست، تابعوا قناتها إن شاء الله تعجبكم الوصفات. ومن قناة الطبخ بطرق سهلة الصديقة بحيرة البجع تقدم لكم تزيين هذه الكيكة، زوروا قناتها إن شاء الله تعجبكم الوصفات. ومن قناة مطبخ أم صهيب تقدم لكم طريقة عمل الكنافة، زوروا قناتها إن شاء الله تعجبكم الوصفات. ننتقل لوصفتنا اللي هي طريقة عمل كبة الجريش. وهنا أنا عندي 3 كوب من الجريش. الجريش هو الحنطة مطحونة بهذا الشكل، والجريش يحتوي على حبيبات بيضاء تعطي مطاطية للعجين أثناء عجنه. وهنا أنا عندي كوب من البرغل. البرغل بمرحلة من مراحل إعداده بالمعامل يقومون بسلقه، لذلك من تلاحظون الفرق، هذه تحتوي على حبيبات بيضاء بينما البرغل لا يحتوي عليها، فلذلك من نضيف له مي ما يتماسك وينعجن مثل الجريش. هذا هو الفرق بيناتهم، هذا يكون مسلوق البرغل والجريش يكون فقط مطحون. أضيف ملح على البرغل وعلى الجريش. طبعا أنا هنا دا أوضح لكم الفرق بين العجينتين، بس أنتم من تريدون تسوون كبة مباشرة أخلطوهم سوا البرغل مع الجريش. أضيف مي شوية شوية، بس مجرد أنه يشبع بالمي وأتركها ترتاح. وأيضا أضيف مي على الجريش، وبس مجرد أنه تتشبع حبات الجريش. طبعا مستحيل أنه نقدر نحدد مقدار كمية المي لأن كل نوع يختلف عن الثاني، فتبقى على النظر أنه تشبع الحباية مالت الجريش ونغطيها نتركها تتشرب وترتاح. وهنا بعد أن تركتها ربع ساعة شوفوا شكلها تشربت كل السوائل. هسه أضيف لها مي شوية شوية وأعجن إلى أن تتماسك. لاحظوا العجينة مع الاستمرار بالعجن وإضافة مي شوية شوية تبلش تتماسك. أهم شي لا تخلون العجينة لينة، دائما خلوها قوية حتى تريحكم بالشغل. ننتقل للبرغل. لاحظوا بعد أن تشرب السوائل هذا يكون شكله، ما يتجمع ويكون عجينة مثل الجريش. راح نخلطه مع الجريش ونعجنه. ممكن تتركوها 10 دقائق ترتاح وترجعون تعجنون بيها كل 10 دقائق، راح تصير عندكم عجينة متماسكة، أو تكملون عجن حسب رغبتكم. وهذا شكل العجينة بعد أن تماسك الجريش والبرغل مع بعض. ونزلت أنا بالجروب بث مباشر أثناء لف هذه الكبة، اللي يعجبها تدخل للجروب مطبخ طيبة أهنة وتتابع البث المباشر شلون لفيناها وشلون سلقناها وما انفتحت أي كوباية. وأي سؤال اتركوه بالتعليقات وإن شاء الله أجاوبكم. وهنا أنا أخذ جزء من العجينة وأفتحها بشكل خفيف، إيش قد ما تقدرون افتحوها خفيف لأن أثناء السلق راح ترجع تنفش حبات الجريش والبرغل وتصير طبقة سميكة.
ولازم تخلون حشوة هواية بهذه الكبة، لأن ما تنفع تخلون حشوة قليل ومن تجون تقصوها يبين إنه بس عجين عندكم. كثروا من الحشوة، ودائما الحشوة تكون مسويها قبل بيوم وباردة حتى الكبة ما تنفتح عندكم. وأهم خطوة أثناء لف الكبة إنه تستخرجون كل الهواء اللي بالحشوة. استمروا بالضغط ولموا الأطراف ولا تخلون عجين زايد. كل ما استخرجتوا الهواء أثناء السلق ما تنفتح عندكم الكبة ولا يصير بها تخسفات أثناء السلق. أضغط عليها وأحركها حتى أسوي شكلها مثل الأقراص. واللي ما تعرف تضبط الشكل ممكن تستخدم أي علبة من المعلبات وتخلين كيس النايلون وتضغطين عليها بهذا الشكل وتطلع عندك شكل مرتب. وهذا شكلها بعد اللف. بعد أن نكمل لف الكبة نسلقها بمي وملح. وهنا هذا عندي المي والملح صار جاهز ويغلي. أخلي قطع الكبة وأحركها بهدوء حتى لا تتكسر ولا تلزق. مثل ما ذكرت لكم نحركها حتى لا تلتصق بالقدر. وممكن تطبخوها مباشرة بالشوربة. أنا بهذه الطريقة أحتفظ بها بالتجميد. هذا شكلها يكون بعد السلق. من تطفوا على وجه المي يعني إنه تقدرون ترفعوها من المي. وهذا شكلها بعد أن قطعتها وسلقتها. شوفوها شلون هشة ومتماسكة. ما ذكرت لكم سابقا قد ما تقدرون تخففون العجينة القشرة الخارجية حتى من تنسلق تطلع لكم بهذا الشكل. وكثروا من الحشوة. وهنا نكمل سلق باقي الكبة. وأنا منزلت لكم بالقناة طريقة عمل الكبة سابقا بس جريش وياها طريقة عمل الحشوة. ممكن تتابعون القناة. وهنا أنا بعد مرور 6 دقائق بالسلق هذا يكون شكلها. ما انفتحت أي وحدة. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وهذا شكلها النهائي.